على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات الضخمة، استيقظ ملايين الإسرائيليين في منطقة الوسط وتل أبيب، وهرعوا إلى الملاجئ والأماكن المحصنة إثر اختراق صاروخ باليستي يمني كل منظومات الاعتراض الإسرائيلية التي أخطأته رغم تعدد المحاولات، وانفجاره في وسط تل أبيب موقعا إصابات بشرية ومحدثا دمارا كبيرا بحسب ما أفادت التقارير وأظهرت المشاهد. تكريس معادلة صنعاء مقابل تل أبيب التي وجدت ترجمتها في حجم الهلع الذي أحدثه الصاروخ اليمني دفع معلقين إلى التحذير من تبعات الذهاب بعيدا في المواجهة مع اليمن الذي لا يدخل مفهوم الردع في قاموسه القومي وفقا لتعبيرهم. الحوثيون يعرفون كيف يقاتلون وكيف يضحون، ولدي شك كبير فيما إذا كان هناك شيء ما يردعهم، سواء ما تقوم به إسرائيل أو ما تقوم به واشنطن. خبراء إسرائيليون لفتوا إلى أن الجبهات البعيدة وعلى رأسها اليمن من ناحية فعاليتها المتزايدة تمثل تحديا إسرائيليا جديدا يفوق الجبهات القريبة بالنظر إلى التعقيدات الميدانية والعملانية التي يفرضها بعد المسافة من جهة ونقص المعلومات الاستخبارية من جهة أخرى. وفيما رأى خبراء أن الهجمات الإسرائيلية المتباعدة زمنيا على اليمن لن تغير الواقع ولن تثني حركة أنصار الله على مواصلة ضرب إسرائيل، لفت آخرون إلى أن إسرائيل لا تنجح في التعامل مع التحدي اليمني وقد فشلت في مواجهة حركة أنصار الله بعد أن استيقظت متأخرة جدا في مواجهة التهديد القادم من الشرق.